كده يا حبايبي طلعت الايس كريم الشهد اللي انا عاملاه من الفريزر زي ما انتم شايفين اهو، ما شاء الله. ده القوام بتاعه جميل جدا. لو انت بقى عندك اي جيلاتي تاني او ايس كريم تاني ممكن تجمعيه مع بعضه. طعمه جميل جدا وقوامه جميل. من حبة مكعبات شهد كانوا مركونين في التلاجة، عملت احلى ايس كريم بمكونات بسيطة جدا موجودة في البيت. جربوه ان شاء الله يعجبكم. وطلع لي الكمية الجميلة دي. خشوا بقى الفيديو وشوفوا احنا عملناه ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا حبايبي هعمل معاكم النهارده ايس كريم بالشهد. دي شهد اهي، فاضت عندي الحبه دول، فقلت استغلهم واعمل بيهم ايس كريم. انا كنت حاطاها في الفريزر وحطيت عليها سكر. معايا هنا كيس كريم شانتيه، ومعايا هنا فانيليا، ومعايا عسل جلوكوز احط منه معلقه، ومعايا زبديه، ممكن زبديه وممكن حليب. كل ده هجمعهم في الخلاط واضربهم في الخلاط، وبعدين نكمل نحط الحاجات عليهم. كده يا حبايبي انا حطيت اللي هو الشهد، وحطيت معلقه العسل الجلوكوز، وحطيت الزبديه، وطبعا كنت حاطه سكر على الشهد. هبدا بقى اضربهم مع بعض قبل ما ننزل الكريم شانتيه. طبعا الشهد متلج فلازم ياخد وقت لما يفك. هضربه بقى وارجع لكم. انا كده يا حبيبي ضربتها، وهنزل عليها الكريم شانتيه عشان تتضرب معاها وهي متلجه، وهحط معاها شويه الفانيليا. نقطتين كده عشان تدي بس ريحه وطعم، وهنضربها بقى تاني. هنبدأ بقى نصبها يا حبايبي، ونحطها في الفريزر لحد ما تجمد، ونقدمها كايس كريم شهد. طريقة بسيطة، يعني مجبناش حاجة من بره. الزبادي كان عندنا، وعندنا العسل الجلوكوز ده متواجد على طول مع شوية سكر والفانيليا او اي ريح من الروايح. وكان عندنا الشهد فايض، مش يعني ملوش لازم كناش هناكله، كنا نعمله ايس كريم. هنسيبه بقى في الفريزر يجمد، ولما يجمد هوريهولكم.